بروبيوتيك البكتيريا النافعة المعدة للأسف الشديد رغم كل اللي بتتعرض ليه من مهازل احنا بنعملها فيها، لكن ما بتقدرش تهضم بعض الألياف المعينة زي الألياف الموجودة في التفاح والموز والشوفان والبقوليات بشكل عام. بالتالي البكتيريا النافعة زي ما احنا بنقول البروبيوتيك بتساعدها، لأن البكتيريا دي بتتغذى على الألياف الموجودة في المكونات اللي احنا قلناها. ايه أكتر حاجة بقى تقدر تكسر وتقلل من البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة في معدتنا؟ أول حاجة الكحوليات، تاني حاجة الاسترس وقلة النوم، المضادات الحيوية، أكل السكريات كتير، كل دول بيدمروا البكتيريا النافعة في المعدة بتاعتنا. إيه أكتر حاجة ممكن تدينا البكتيريا النافعة من مصادرها الطبيعية؟ اللبن، الرايب، الزبادي. ولأنه غالبا أكلنا مش في المعتاد بيبقى صحي جدا بنلجأ للسبلمنت. لازم نبقى عارفين أنواع البروبيوتيك، منها التراديشنال ودي اللي بتحافظ على البطانة بتاعة المعدة وبتقلل الالتهابات وبتقلل الغازات، والادفانسد وده اللي بيساعد على تظبيط الميكروبيوم. يعني كده احنا بنعمل بروتكشن وريستوريشن. عشان كده الادفانسد بروبيوتيك من فيتا كير يعتبر من افضل انواع البروبيوتكس بشكل عام، لانه بيحتوي على الاثنين سواء التراديشنال او الادفانسد. قولون صحي، هضم افضل، مناعه اقوى.